يا مساء الحياة. ما بين مؤيد ومعارض لفيديو الدكتورة الترند اللي طالع اليومين دول، دكتورة أمراض النساء اللي طلعت اتكلمت عن حالات جات لها العيادة أو حالات شافتها في المستشفى، من غير الخوض في تفاصيل، يعني مش حباها. أكيد كله شاف الفيديو يعني وعارف الحكاية. وما بين بقى ناس بتأيد اللي هي قالته، بيقولوا ان الدكتورة ما سمتش حد بعينه او ما شاورتش على حد بعينه، هي كانت بتتكلم عن حالات، وان هي بكده بتحذر المجتمع وبتدق ناقوس الخطر، يعني ان خلي بالكم من بناتكم وحرصوا عليهم ويعرفوا تفاصيل حياتهم وكده، وما تسيبوهمش كده منهم يعني لنفسهم. تمام. وما بين طبعا ناس معارضة بيقولوا لا، ازاي هي تعمم الحكاية وتقول ان كده ان المجتمع كده كله فاسد، وغير ان هي كمان افشت اسرار مرضاها، وده طبعا ضد القسم اللي هي اقسمت عليه يعني. وانا حقيقي مش طالعه ايد او اعارض، يعني انا مش طالعه اقول هي صح او هي غلط، يعني على نياتكم ترزقون. يعني هي لو نيتها ان هي كانت طالعه تحذر ونصيحه وكده، زي ما طلعت في فيديو تاني يعني وقالت انا كنت بنصح وكده، ده مش هاممني يعني، ما يشغلنيش. بس انا سؤالي هو، في اللحظه اللي انا دلوقتي بعمل فيها الفيديو ده، كام دكتور مرضاش يعمل عملية او يكشف على حالة مرضية عشان معهاش مثلا حق الكشف او حق العملية؟ كم محامي بيترافع عن قضية او بيترافع عن قضايا وهو عارف ان اللي بيترافع عنه ده مجرم حقيقي؟ كام بنت، يعني ربنا يعافينا، بتغلط؟ كام ولد او كام راجل بيعمل ذنب؟ كام وكام وكام وكام، من بداية ما اتخلقنا لحد ما القيامة هتقوم، هنفضل كلنا مذنبين، كلنا بلا استثناء. احنا مش عايشين في الجنة يا جماعة، احنا في الدنيا. كلنا بنغلط وكلنا بنعمل ذنوب. تعرفوا الفيصل ايه في الموضوع بقى؟ غطاء الستر، اللي لما ربنا بيشيله عن حد يعني بيتعرى بقى خلاص، هو ده الفيصل. لكن اللي فيكم ما بيغلطش يرفع ايده ويقف ويقول كده لا انا ما بغلطش، انا ما بعملش ذنب. لا، كلنا خطائين. خير الخطائين التوابين، بس هو ربنا عارف ان احنا ممكن نرجع نغلط تاني وقال لنا توبوا تاني، فدي هتفضل لحد يوم القيامة. احنا عايشين في زمن ابتلاءات وزمن القيم والاخلاق فيه والمعايير وكل حاجة فيه اتغيرت، بس ده ما يمنعش ان اللي حاصل ده دلوقتي كان بيحصل قبل كده وهيحصل بعد كده. بس هي الفكرة زي ما انا بقول لكم، هي غطاء الستر، اللي ادعوا ربنا دايما انه فعلا يعني ما يكشفش ستره عننا. ودايما قولوا يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. لكن مين بيغلط ومين يعني كلنا بنغلط وكلنا ذنوب الا من رحم ربي.